يا صباح الورد عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير يا رب العالمين. النهارده الفيديو روتين بسيط 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 بسيط. النهارده قلت اقوم انضف الحمام واغسل فرش الحمام، فاستعملت الكولوريكس. فقلت اعمل خلطة كده جميلة بتنضف معايا بالكولوريكس الجل ده، اللي هو كلور الجل ده جميل قوي يا ولاد. بصوا، لبوتاجاز، لحواض، لغسيل فرش، تحفة بصراحة. بيبقى كلور كده حلو ومش زي الكلور العادي اللي هو بيبقى مركز قوي. وحطيت عليه حبة اوكسي صابون صابون اللي هو بتاع المواعين دوت. وحطيت معطر بريحة التوت، وحطيت اللهلوبة برضو. اللهلوبة بقى دي بتبقى جميلة قوي قوي برضو، بتلمع وبتغسل. فقلت بقى اعمل خلطة جنرال. هي بتبقى عاملة زي العجينة البيضة كده، وتنزليها، بس لازم نصيحتي يعني تفركيها كويس في المية بحيث انها تدوب معاكي وتبقى كويسة. وبعد كده بقى رحت حاطه فرش الحمام ده على دوت، ونبدأ نغسل. طبعا يعني الواحد بيحاول يعمل الحاجة ديت. ايه، ساعات الواحد بيبقى مش قادر يقوم من مكانه اساسا يعمل حاجة، وساعات يقول لا يلا بينا نتشجع. فتشجعي كده بقى، يلا وقومي اعملي لك كده ايه، حطي التليفون على الرخامة واتفرجي واشتغلي معايا. طبعا انا مش عارفه اغسل حلو، كنت بقفل كل شويه الكاميرا وافصلها واروح غسله كويس، لان طبعا ايه، الواحد الدنيا حر، فالواحد بيبقى ايه يعني عايز يشتغل يقرب براحته ويعمل. فطبعا الخلطه ديت بتخلي الحاجه تطلع من ايدك بسم الله ما شاء الله، بصراحه بتبقى جميله جدا. فجبت بقى المكنسة الخشنة دي واشتغلت. يعني كل ما تلاقي نفسك في البيت عندك القدرة ان انت تعملي حاجة، حتة ان انت تعملي كل حاجة في يوم واحد ديت ما حدش بيقدر عليها. يعني مثلا في ناس، انا كنت زمان اقعد اقول ايه، لا ده انا بقى عايزة اقوم في يوم واحد، انا ما بحبش الكركبة. انا اقوم اشتغل في يوم واحد وانضف كل حاجة في يوم واحد واخلص في يوم واحد وخلاص. وبعد كده اقعد وابقى مرتاحه. طبعا اليوم ده كان بيبقى، بصوا هنا الحاجه لمعت ازاي وجميله لما قعدت بقى ادعكها جامد. حته ان انا اعمل في يوم واحد، كنت الاول بعمل كده، اعمل كل حاجه في يوم واحد. انضف الاوض وانضف الصاله والمع واسيق واكنس ومش عارف ايه واغسل حاجات الحمام واغسل المطبخ طبعا بيبقى من اول النهار لاخره. انا كنت باجي لاخر النهار بجد مش قادره، وبفضل نايمه. اقول لكم مثلا يعني ساعتين، يعني مش ساعتين، بفضل نايمه على الموضوع ده، اقول يومين 3 4 اسبوع، مش يعني مش اقل من كده. ببقى مش قادره بجد 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 ان انا يعني خلاص ببقى جايبه اخري. تمام. فبشتغل وببقى يعني بفضل اندم، والله العظيم افضل اندم واقول يا ريتني ما عملت كده. فانتي تعملي كل حاجه، حاجه واحده، حاجه كل يوم حاجة ان شاء الله. يعني انا النهاردة عملت الحمام، بس نظفت الفرش كويس وغسلته، وبعد كده نظفت الحمام كويس جدا. دي كانت سلكة المفروض انها نحاس يا ولاد، وكنت غاسلة بيها قبل كده وسبتها تتصفى، بس لقيتها عملت صدى. فرحت رميها، قلت لا دي تترمى بقى، علشان ايه، مش هينفع كده، يعني الوضع هيبقى صعب والواحد مش هيعرف يغسل كويس. فغيرتها ورحت ايه، خليت اللي هي السلستيل. مفيش احسن من السلك السلستيل. دي كانت سلكة شبه السلستيل بس نحاسي، بس قلت بس يبقى هي ممكن يكون اللون، لا طلعت في الاخر مش حلوة. فغسلت بيها الحاجة وخلصت الحوض. فقصدي يعني من الكلام ان انتي ما تاخديش كل حاجة في يوم واحد. لقيت فعلا بجد جه عليا وقت ما بقتش قادرة انضف، جه عليا وقت بدأت استثقل ان انا اقوم اعمل اكل، اقوم انضف، اقوم اعمل مش عارف ايه وايه. وانتي في يوم التنظيف ده نفس اليوم اروح عاملة اكل برضو. يعني اقف واعمل اكل، اي نعم اكل اي كلام، بس ساعات كنت اعمل اكل بسيط. حتى الاكل البسيط ده لو طبق فول قاعده بعمله واقفه بعمله بتعب، ما بقدرش خالص يعني. فقلت خلاص بقى، يعني يعني ما بدهاش بقى يا بت ايه، امشي بالراحه كده هوت وقضي وقتك بالايه، ما يبقاش كله ورا بعض. لا، الواحد حبه حبه. النهارده عملنا اوضه، بكره نعمل اوضه، يوم نعمل الصاله، يوم نظبط الدنيا على حسب ما بنقدر. ما نحاولش ان احنا نقلب كله في وقت واحد، نحاول بقدر الامكان ان احنا ما يبقاش الشغل كله في يوم واحد.
والله وبتتقني الحاجة اكتر يعني. اي نعم، الواحد لما بيعمل الحاجة كل حاجة في يوم واحد بتتقنيها برضو، وبتعملي حاجة كويسة وبتنظفي كويس، بس كله جاي من صحتك. وخصوصا لو عندك اولاد بتبقي طول الوقت عايزين يا ماما اعملي لنا، يا ماما خللنا، يا ماما سولنا، يا ماما مش عارف ايه. فكل دوت بياخد من صحتك. ربنا يديك الصحة ويدينا الصحة جميعا يا رب ان شاء الله. بعد كده هوت، بعد ما خلصت الارض بقى زي ما انتوا شايفين كده هوت، بدأت ان انا انشفها. تمام، وخلاص بقى كده، وسبتها تنشف لحد كده، فرشت فرش الحمام، ودخلت اعمل بقى كبدة اسكندراني. بما ان احنا في اسكندرية، يبقى ايه نعمل كبده اسكندراني. اليوم ده طبعا اخدت بنتي ونزلت بيها للدكتور الاسنان، وقعدنا فتره طويله قوي. يعني كان نفسي ازود لكم في الروتين، بس بجد ما يا دوبك انا جيت كنت خلصت الحمام ونزلت ببنتي للدكتور، وقعدت فتره كبيره قوي. انتوا عارفين دكاتره الاسنان عاملين ازاي، فتحوا لنا يعني مفاتيح كتيره كده اهوت. فخلصت الدكتور جنبنا هنا، بس بعد كده قلت هروح بقى لجوز خالتي احسن، ان هو دكتور اسنان، فهو بقى اللي يظبط لنا الدنيا. فطبعا رجعت مش قادره اشيل اي حاجه، يعني بجد ما كنتش قادره اعمل اي حاجه في الدنيا. كل اللي عملته ان انا جبت الكبده وكنت متبلاها، حطيت عليها يعني متبلاها من الصبح غالبا، ولا تبلتها في ساعتها والله ما فاكره. المهم ان انا حطيت عليها بقى تتبيله ال- التومة بالكمون بالكزبرة بالبابريكا. عايزة تحطي شطة طبعا حطي زي ما انت عايزة، وعلى النار وتفضلي بقى ايه حطها كده. رودينا هي اللي كانت بتقلب. طب سيبيني انا اقلب يا بنتي، انت تعبانة وجاية مش قادرة. لا سيبيني يا ماما، سيبيني يا ماما. فقلت لها خلاص ماشي. يعني حاولت ان انا يعني اراضيها، يعني ما خليهاش انها تبقى متضايقة. انا بقى بحط على التتبيله بتاعه الكبده الاسكندراني عصير ليمون عادي، لكن بعمل حاجه تانية زياده. زي ما انتوا شايفين كده قطعت ليمونه شرايح، ورحت حطاها على الكبده، وقعدت اقلب زي ما انتوا شايفين، بحيث ان الحاجة تبقى حلوة، وتبقى ريحة الكبدة بتبقى جميلة، وطعمها بيبقى جميل جدا جدا يا جماعة. يعني حاولوا لو حبيتوا تكتروا كمان من الليمون، ده بيغنيكم ان انتوا تحطوا ليمون على على الكبدة. يعني ممكن تزودي يعني انتوا ساعات مثلا ناس بتعمل الكبدة او بتروح عند محلات الكبدة ويقول لك ايه، يحط لك ليمون معاه تعصريه عليها. الموضوع اللي انا بقولك عليه ان انت تقطعي الليمون شرايح وتحطيه، ده بيغنيكي ان انت تحطي عصير ليمون على الكبده. احنا طبعا في اسكندريه هنا ما بنحطش على الكبده بصل خالص، احنا بكل اللي بنحطه التومه وفلفل حامي. بتبقى جميله جدا، تاكليها بقى الكبده كده فله. بس طبعا عشان الاولاد وعشان خاطر برضو بنتي وسنانها، وكانت لسه خلع اسنانها، فقلت كفايه الفلفل اللي هو الرومي او الكوبي زي ما بنقول عندنا في اسكندريه. حطيت عليه حبه فلفل رومي كده هوت، وبدات ان انا اقلبه زي ما حضراتكم شايفين. والفلفل انا على طول بحطه في الاخر، ما بحطش فلفل من اول الطبخة عشان ما يتبلش، بحب احطه في الاخر علشان خاطر يبقى فريش كده ولونه باين في الاكل، وبيبقى طعمه جميل جدا 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 جدا. اتمنى يا رب اكون ضفتلك حاجة خلطة التنظيف، شجعتك في حاجة. متنسيش اللايك، واشوفك على خير.